مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ولا غرزات جديده. اليوم راح نديرو كغاتان تاع بطاطا في الفور، تجي بزاف بنينه بلا صوص تاع البيشاميل اللي حنوريها لكم، ولاستوس اللي تزيد لها بنه هايله باش نقولها لكم. ديروها في البيشاميل ديالكم. عندنا لهنايا بطاطا، عندي شويه ملح عكيري، عندي الثوم، وعندي شويه تاع فلفل كحل، نص ورقه تاع رنديله كانت كبيره ولا كانت صغيره وحده، وديروا شويه تاع الكركم باش طيبوا هذاك البلون تاع البولي تاعكم. عندنا فروماج غابي، عندنا دي رونديل تاع البطاطا نقلوهم، عندنا الحليب والفرماج باش نديروا لا بيشاميل ديالنا. الحاجه الاولى اللي نديروا شويه تاع زيت الزيتون، نطيب هذاك الصدر تاع الدجاج ديالي في شويه تاع زيت الزيتون ولي زيبيس اللي قلت لكم، ونمرقوه غير بشويه تاع ماء باش يطيب قيس ما يطيب لنا هذاك الدجاج، ونخليو هذيك لاصوص ديالنا كي تعقد نزيدوها في البيشاميل. راح تزيد تعطي لها بنه هايله كيما راكم تشوفوا. درت شويه تاع الكركم، العكري وفلفل كحل، 2 سنينات صغار تاع الثوم، وورقه تاع رند. انا درت نص ورقه بس كانت كبيره بزاف، ولا ديروا ورقه تاع رند صغيره. نديرهم هكذا يتقلى فوق النار، ومن بعد نزيد نمرقو هذا ما كان ونخليه يطيب. لهنايا راح نبريباري البيشاميل ديالي. البيشاميل ما ديروهاش ثقيله، ديروا بيشاميل تكون خفيفه هكذا. درت مغرفه تاع مارغرين مع مغرفه ماشي معمره تاع فرينه، ومن بعد نديرهم في كاسرونه فوق النار وتحمصوا هذيك الفرينه تاعكم. كي شغل طيبوها، ماشي ديروا ديريكتومون تروحوا تزيدوا الحليب. كي تذوبوا المارغرين ديالكم ومع هذيك المغرفه تاع الفرينه، حمصوا هذيك الفرينه باش ما تخلي لكمش البنه ديالها في البيشاميل. من بعد كي تحمصوا هذيك الفرينه تروحوا تزيدوا بالعقل الحليب ديالكم. لهنايا ماشي شرط الحليب يكون سخون، تقدروا ديروا الحليب ديريكت، ولا كان درتو حليب تاع الشكاره بيان سور لازم تفيضوه باش ديروا به البيشاميل ديالكم. انا لهنايا حندير كي درتو بالكونديا صافيك، ماشي لازم نسخن الحليب، عادي تقدروا ديروا هكذا. كل ما تشوفوها عقدت تزيدوا شويه الحليب، تزيدوا. لهنايا درت حوالي كاس ونص حتى لزوج كيسان تاع الحليب. وانتوما الا كانت عندكم كونتيتي تاع بطاطا بزاف دوبليو المقادير ديالكم هكذا. ديروا نار متوسطه ولا نار قويه، وقعدوا تخلطوا بالفوي، او ميم طون راكم تزيدوا في الحليب ديالكم. كي تبدا تعقد البيشاميل ديالكم تنحوها فوق النار. كي تشوفوها لازم البيشاميل ديالكم ما تجيش ثقيله بزاف، لازم تجي خفيفه باش ديروها في الكراتان ديالكم. لهنا كي بدات تعقد لي وجات ماشي عاقده بزاف وماشي خفيفه بزاف هكذاك مايها، جيت نزيد لهنايا الفرماج. تزيدوا حبه فرماج، المهم فرماج فوندو اللي عندكم، تزيدوا حبات، تزيدوا اي نوع تاع الفرماج نتوما حبيتوه. لهنا انا درت فرماج، ولهنا زدت فرمات شيدر. تقدروا تخلطوا اي نوع تاع الفرامج يكون عندكم، غريير، شيدر، فرماج روج، كيما حبيتوا النوع اللي تفضلوه في البيشاميل ديالكم ديروه. المهم يكون يذوب ويكون يمد لكم الكو بنين في البيشاميل ديالكم. هكذايا تكون وجدت لي البيشاميل ديالي. انايا راح نزيد لها لاصوص اللي طاب فيها الدجاج. صافيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج فيها لي زيبيس، ما نزيد لهاش انايا لي زيبيس. ولا ما كنتو حديروا بيشاميل وحدها، تقدروا تسكرفجوا فيها شويه تاع جوز الطيب مع شويه تاع فلفل الكحل، وبيان سور ديروا قرصه تاع الملح. انا ما ندير لها والو هنايا، بس دوك تشوفوا كيفاش نزيد لها لاصوص هذيك العاقده اللي طاب فيها الدجاج ديالي. الدجاج انا فتته ودرته في البطاطا، وهذيك اللي قعد لي مع الثوم مع كلش نروح نزيدو في البيشاميل هكذايا ونخلطوها مليح مليح. راح تزيد تعطي لكم واحد البنه هايله. هذه لاصوص اللي طاب فيها الدجاج تكون طيبه بهذوك لي زيبيس وكامل، تجيب بنينه خير من ديروا البيشاميل وحدها.
هكذا انا جبت بلا درت ستفت فيه هذوك لي رونديل من تحت، درت قاعده تاع لي رونديل من تحت تاع البطاطا، وفي الوسط فتت هذاك الدجاج. من بعد عاود غطيت بكوش واحده اخرى تاع البطاطا، وهذوك لي رونديل تاع البطاطا بيان سور تكون مقليه، قليتها انايا البطاطا. ومن بعد نزيد نجي نغطي بالبيشاميل اللي قعدت لي كامل من الفوقه، وفي الوجه ديالها ديروا هذاك الفرomاج غابي اللي قعد لكم، ودخلوها على 180 درجه. جست ما تنشف شويه البيشاميل، تقراتينا برك الكراتان ديالكم، تعطي هذاك الوجه من الفوقه هكذا كيما راكم تشوفوا، وتنحوها وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. وها الطريقه تاعي تاع الكراتان، وإلا عجبتكم ديروا لايك لا فيديو، اشتركوا في القناه باش يلحقكم كل فيديو جديد ان شاء الله، وبقوا على خير.